السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ودائما مع جديد اللاعبين المغاربة. في هذا الفيديو اللي غنهضرو فيه على حكيم زياش والمشاركة ديالو البارح في المباراة ديال مانشستر سيتي كأساسي في كأس الرابطة الإنجليزية. صراحة قدم مباراة كبيرة وتحصل على تنقيط 7.3، والعنصرية اللي كيتعرض لها مع الفريق ديالو صراحة بزاف على الماتش اللي دار البارح. راه يستحق يلعب رسمي في الماتشات ديالو كاملين، وصراحة نحسن ليه قاع يمشي من تشيلسي ويمشي لفريق آخر بحال توتنهام ولا الميلان ولا أي فريق آخر غيناسبو بزاف، لأنه يستحق الرسمية والأداء ديالو راه مزيان، وغيكون جاهز إن شاء الله في المونديال على حساب الماتش اللي قدم البارح. وفين ما كتوصلو كرة في الجهة ديالو كتكون الهجمة خطيرة، رغم أنه كيتلقى عنصرية لا من المدرب ولا من الإدارة ولا حتى من اللاعبين. يعني بحال اللاعب ديال تشيلسي داك بول سيتش الأمريكي، يعني شحال من هجمة كتكون عندو كرة وعندو الفرصة باش يمرر زياش، وكان زياش يعني في وضعية مزيانة، ولكن رغم ذلك بول سيتش ما مررش، فضل أنه يسدد وضيع هدف على الفريق ديالو. وفي الشوط الأول يعني قدم حكيم زياش واحد الأسيست، يعني كون سجل كان غيكون أسيست رائع، يعني لولا الساذجة ديال المهاجم ديال تشيلسي، بحيث أنه فاس مع الشبكة، حط ليه الأسيست فاس مع الشبكة وما ماركاش، ضيعها. وفي الشوط الثاني كذلك يعني الطريقة باش راوغ المدافع ديال السيتي يعني الكرة على الخط، وقدر انه هذيك مساحة ضيقة قدر انه يراوغ المدافع ديال السيتي ويدوز ويراوغ اللاعب الثاني وحط الاسيست، ويحط عاوتاني اسيست في الشوط الثاني لنفس اللاعب فاس عاوتاني مع الشبكة وكيضيعها، يعني فاس مع الشبكة وكيضيعها. والمباراة يعني ماشي بزاف، لحقت الدقيقة 68 كيغيروا المدرب يعني. وحتى المعلق لاحظ هادشي، يعني قال بأنه علامة استفهام كبيرة بالنسبة لحكيم زياش، يعني كيقصد العنصرية اللي كيتعرض ليها، وكيقصد كذلك بأنه ما خصوش يغيروا في داك الماتش، حيت قدم مباراة كبيرة. هو الماتشات اللي قبل ما كانش كيلعب، كاين الماتشات اللي ما كيلعبش كاع، وكاين الماتش اللي كيلعبها دقيقة ولا جوج. يعني في هذا الماتش باش دخل رسمي على الأقل كان خصو يبقى حتى يسالي الماتش، لأنه قدم أداء كبير وما يستاهلش يخرج. ولكن تيبقى الرأي ديال المدرب بطبيعة الحال. واخا السيتي كانت مسيطرة يعني على المباراة، كانت نسبة احتكار ديال الكرة لعند السيتي، رغم هادشي كامل فهو قدم مباراة كبيرة. يعني الكواري اللي وصلوه قلال، ورغم ذلك الكواري اللي وصلوه يعني استغلهم مزيان. لو كان شي مهاجم مزيان كانوا غيتسجلوا ويكونوا جوج ديال الأهداف جاو من عنده. وكذلك في الدفاع يعني في واحد اللقطة يعني حيد الكرة رياض محرز من أمام المرمى على بعد مع متر ولا متر ونص بينه وبين المرمى، يعني راهو أمام المرمى يعني. وأعتقد الفرق كذلك من هدف محقق. يعني قدم مباراة مزيانة لا في الدفاع ولا في الهجوم. المهم هادشي اللي كاين، خصصنا الفيديو على حكيم زياش صراحة، يعني ظلم كبير، ومن الأحسن ليه يعني يبدل الوجهة وينتقل لشي فريق آخر يعني في أقرب وقت. يعني من الأحسن ليه يعني هادشي اللي كيتعرض ليه في النادي ديالو، وإن شاء الله راه غيكون جاهز في المونديال على هاد المباراة الكبيرة اللي قدمها. يعني راه في المونديال ما نخافوش عليه، في المونديال غيكون مزيان إن شاء الله. المهم هادشي اللي كاين في هاد الفيديو، ما تنساوش ديروا جيم واشتراك وشي تعليق باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله.